بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا مع حضراتكم الكتيبة المجهولة. طبعا يا جماعة لعبة بابجي بدأت كفكرة بسيطة وتحولت لواحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية الشهيرة في العالم، سواء على الحواسيب أو الأجهزة المحمولة. فكرة اللعبة بكل بساطة باتل رويال، بحيث إن اللعيبة بتتواجه مع بعض في جزيرة نائية، والهدف هو البقاء على قيد الحياة لحد ما يتبقى لاعب واحد بس أو فريق، وتقدر تلعب سولو أو دو أو سكواد. بتبدأ المباراة في خريطة إرينغر ب100 لاعب بينتشروا، ويبدأ كل لاعب بلا شيء وبيحتاج لجمع الأسلحة والمعدات والمركبات، ومنطقة اللعب بتضيق تدريجيا بمرور الوقت، وده بيجبر اللعيبة ان هم يقربوا من بعضهم، فبنشوف بالتالي معارك مثيرة. واسلوب اللعب بيختلف على حسب التيم اللي انت بتلعب معاه، هل هو من الفريق بتاعك اللي انت متعود عليه، او من اعضاء العشيرة، او ان انت بتنزل عشوائي. طبعا كل وضع ليه اسلوبه ومميزاته. لما تلعب مع زملائك او اصدقائك سواء من العشيرة او لا، ده بيكون ليه اثر ايجابي على نجاح. بوشينكو اوكي. My name is محامي. ماشي يا محامي. ليدر الطيارة. ماشي يا عم الليل. بوشينكو. نسيتنا كنا بنقول ايه؟ لما تلعب مع زملائك او اصدقائك ده بيكون ليه اثر ايجابي على نجاح الفريق في الفوز، لكن لما تلعب مباريات عشوائية هنا بيكون التحدي اكبر، لانك بتقابل اساليب وانواع مختلفة من اللاعبين، على عكس تماما لما تلعب مع سكوادك وكل واحد حرفيا عارف دوره بيتأدى ازاي او بيأدي دوره ازاي. فاللعب مع اعضاء العشيرة غالبا بيكون فيه تنسيق اكبر، كل واحد بيكون عارف دور التاني ويقدروا يخططوا بشكل جماعي ضد الفرق التانية. ثانيا الراحة النفسية، لما تلعب مع ناس تعرفهم بيكون في راحة نفسية اكتر، بدل ما تتعامل مع غرباء ممكن يكونوا متوترين او مش متعاونين. فاللعب مع اعضاء العشيرة او الناس اللي انت تعرفهم او متعود على لعبهم سكوادك الخاص بيكون ليه متعة أكبر. اللعب العشوائي بيكون التواصل ضعيف، وأغلب الوقت بيكون اللاعبين العشوائيين بيكون صعب التنسيق بينهم، لكن ممكن تشوف أسلوب لعب مختلف، ممكن تشوف حاجات أنت مش متعود عليها، ممكن تشوف طرق جديدة، وفي بعض الأحيان بتقدر تكون صداقات جديدة وبتشوف أسلوب لعب مختلف من ناس تانية، سواء يكون محترف أو يكون لاعب مبتدئ. اللعب كسكواد بيحتاج تنسيق عالي في الهجوم والدفاع، يعني واحد بيغطي بقناصة، حد بيبوش، حد بيكفر، حد بيسوق، فالتعاون بين الأعضاء بيخلي التكتيك أقوى. لكن العشوائي في بعض الأحيان مفيش تنسيق. إيه ده؟ اجري يا مجدي يا أخي حرام عليك، أما أشوفك تاني. ماشي يا حس. لكن العشوائي في بعض الأحيان مفيش تنسيق بين الأعضاء وبعض، يكون الفريق غير متناسق ومحدش مهتم بالفوز، فبالتالي مفيش تعاون، زي ما شفنا مع حضراتكم بالظبط من شوية، كل واحد نازل في مكان والفريق مشتت. الخلاصة الفرق كبير جدا بين اللعب مع السكواد بتاعك وبين اللعب مع تيم عشوائي. مع السكواد بيكون عندك تنسيق أفضل مع الأعضاء، ممكن تتفقوا على استراتيجية محددة، توزيع الأدوار، أو حتى معرفة نقاط الضعف والقوة لبعضكم. التعاون بينكم بيكون أسهل وأكثر فعالية. مع التيم العشوائي التنسيق غالبا بيكون صعب، وممكن تشوف أعضاء بيعملوا حاجات مغايرة تماما. صوت باجي. أيوه، خش وحضر يا برنس، خش عالجيرة عالثابتة. تعالى بتدخل من الشباك، تعالى حبيبي. ايه ده؟ انت تاني يا حس؟ يعني مفيش غيري في ام المبا دي يا حس، هجيبك. جايلك تاني يا حس. مع السكواد التفاهم والمرونة بتكون بينكم أفضل، ولو حد وقع ممكن الكل يروح يساعده، وممكن الهزيمة تنقلب لفوز بسبب التفاهم والتنسيق، لأنك بتعرف طريقة لعب كل واحد في الفريق. أما مع التيم العشوائي ممكن تلاقي ناس بتسحب على المهمات أو مش عارفين ينسقوا مع بعض، وفي لحظات الضغط ممكن الكل يهرب أو ما يساعدش. مش دايما هتلاقي ناس بيدعموك أو بيلعبوا بتخطيط معين، زي بالظبط المباراة دي. دخلت عشوائي وخليني اقول لكم ما كنتش متوقع النهايه. اول ما دخلنا الكل ساكت والتيم مشتت، كل واحد في مكانه، قلت خلاص المباراه شكلها رايحه. والحس واخدني على دماغه من اول دقيقه، قرر ان هو ياخدني هدف شخصي، شخصنها معايا. اول مره فاجئني وانا لسه نازل من الباراشوت، عديتها وقلت ماشي يمكن حظه، هو برضو كان معاه سلاح وانا لسه نازل، لا حول ولا قوه. المره الثانيه لقيته مطاردني وجاي داخل مخمس بالعربية وطالع، عارف المكان فين، عارف هدفه رايح فين، عارف الواد، عارف انا كنت فين موجود. انا قاطع نفس. طب هل هو سمعني؟ اهو حتى مش راحم زميلي، سايق الميجاترون ومش شايف حد. بس كده يا معلم، الحرب بقت شخصية. هنا بقى قررت ان انا صحي زمايلي واخطف زمايلي وهنطلع ناخد بطارنا يا معلم. نو مفيش الكلام ده.
في مهمة هننفذها، أنا خاطفكم لحد ما تتنفذ، ومهمتنا الحس، وهو راكب الميجاترون يا معلم. هو اللي شخصنها، أنا ما كنتش ناوي أعمل مشاكل، أنا كنت في حال. قتلني مرتين ووشه بيقول أنا مش هسيبك عايش. هو اللي شخصنها. تعالى يا حس، تعالى حبيبي. تعالى يا جميل حبيبي يا حس. سيبه يا ابني، سيبه سيبه. تمت المهمة بنجاح يا رجال، وهو ده الحل مع العشوائي، تخطفهم. في صوت، هو الميجاترون اللي هيجيب النهاية. الواد راقد على السلم ويطلع على السطح وينزل. شكل الواد ده هيحدث حاجة. مولوتوف. ايه هتنط؟ ما بدهاش بقى. يلا يابا عليا وعلى اعدائي. رامبو حبيبي يا رامبو. هو ده وقتك. لا 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 لا، اسف، بالراحة بالراحة يا عم شربط. تعالى حبيبي، تعالى حبيبي. لا فكك منك، فكك مني انت، فكك مني انت يا حبيبي، فكك مني انت. فكك مني ايه؟ فكك انت مني حبيبي. هي بقت كده، بقت تغفيل، شغل تغفيل هو يعني. Enemies ahead. ماشي يا حبيبي، ماشي. شايفك شايف. لا لا لا، اي اي اي. الواد ضربه غشيم. انت بتبص بقى وقلبك جايبك. تعالى يالا. الو. عاش Awesome. عاش. Victory belongs to us. ودي يا جماعة آخرة الفرهدة مع التيم العشوائي. شكرا لكم لحسن استماعكم. كان معكم قائد الكتيبة المجهولة.